خد شط المروه بيدخل فرد ب50 جنيه والاطفال مجانا. يلا بينا نشوف. وانت داخل الشط اول حاجه هتقابلك مطعم السمك ده ولازم تاكل منه. الشباب اللي شغاله فيه ناس محترم ومش بيدققوا مع حد في حاجه. وحلاوه شط المروه ان في جراج كبير مش هيسيبك تركن عربيتك بره، ومفيش حاجه اسمها جراج بفلوس، الجراج مجانا لان الراجل ده عمل استراحه للسواقين. وبالنسبه للسواقين الرحله اللي بيجيبها بياخد عموله عليها. لو دخلت في الشط شويه هيقابلك على الشمال الجنب اللي فيه الشاليهات، هنلف لفه في الشط ونرجع نشوفه. وده السوبر ماركت بتاع الشط والجنب اللي فيه الكافيتيريا. ولاحظت هناك حاجه غريبه جدا، الناس المصيفين بتحب صاحب الشط محبه غير عاديه. بمرض الله انا مني واحد كنت بروح اسكندريه، اقسم بالله ما بروح الا اسكندريه والناس كلها عارفه عني كده. والراجل ده بمرض الله اسمه محمد النجار، اتعرفت عليه هنا دي تاني مره راجل فايد تمام. اقسم بالله من انضف الناس اللي اتعاملت معاها، يعني يمكن انا مرتاح في الشاليه ده او في الشط يعني بسبب المقابله وبسبب احترام الناس، والاسعار 100 والدنيا جميله هنا والله العظيم. واللي هيجي هينبسط معاك، يعني على قد اللي معاك برضه هتعيش وهتنبسط هتمشي مرضي يعني بمرض الله اقسم بالله. معنى اللي انا شفته والناس بتقوله ان الراجل ده معاك هتصيف مش معاك برضه هتصيف. عاملين بقى حاجه حلوه جدا هنا في الشط، الفاصل ده لقيته موجود في المكان، فلما سالتهم عاملين الفاصل ده ليه قال لك الجنب بيقعد فيه العائلات وجنب بيقعد فيه الشباب، بس هم ما بيدخلوش اي حد، بيختاروا برضه الناس اللي بتدخل عندهم. اهم حاجه هناك بقى وهي الميه، المكان هناك هادي على طول وبعيد عن الزحمه، يعني الناس المحترمه اللي ما بتحبش الزحمه والدوشه انا شايف ان انا ارشح لهم شاطئ المروه. وسالنا الراجل اللي من بلبيس ده عن المكان. السلام عليكم احلى ناس، والله محمد النجار من اعلى الشخصيات، الراجل ده انا اعرفه وجيت بظروفها مره من سنه من السنين، واقسم بالله احنا بنيجي هنا مش عشان هو شط واحد عموما، لكن احنا بنيجي لصاحب المكان نفسه. صاحب المكان والله معاك هتخش وتعيش يومك الجميل، ما معاكش برضو الدنيا هنا جميله وقعده جميله، والناس اللي موجوده هنا كلها احترام وادب، معاك حريمك معاك اي حد، والمقابله فوق التوب بصراحه يعني. المره دي انا دخلت اسال الناس وعشوائي عشان انا مش هيهمني المكان قد ما يهمني ان في ناس بتيجي هنا على اسمي، وكده يبقى شفنا الشط كله، مش فاضل معانا غير الشاليهات. ونأكد على العنوان الاسماعيليه فايد السساتر طريق البحر. معاك ما معاكش تيجي وما يهمكش. محمد النجار ده راجل محترم قوي بصراحه، وبصراحه بيقابلنا مقابله حلوه. راجل ولا قابلته في حياتك بصراحه. شاطئ المروه. طب الشاليهات يا صاحبي نضيفه؟ الشاليهات الله اكبر 100 انا قاعد معاه بيتكلم معاك في اسعار شاليهات في لا ما بيدقش في حاجه بصراحه. يا عم راجل محترم، يا ربنا يعديهم على خير. والناس هنا كلها محترمه، ولو معاك حريمك ما تخافش عليهم، انت في امان و100 الدنيا، وراجل محترم محمد. والحمامات بتاعت الشط؟ لا الحمامات شغاله، اللي هي بتاعت المصيفين، الناس اللي جايه يوم دي بيستقبلها احلى استقبال. حبيبي بالصحه. بالنسبه بقى للشاليهات يا جماعه، صاحب الشط الاستاذ محمد النجار مش